بناء على القرار ديال السيد العام العدد 2 على 2025 بتاريخ 12/5/2025 بشان معاينه انقطاع السيد جمال اسماعيل مزاوله مهام رئيس جماعه البركانيين، والذي اعلن بموجبه عن حل مكتب جماعه البركانيين بحكم القانون. واستنادا للدعوه الموجهه من طرف السيد عامل تحت عدد 24/62 بتاريخ 19/5 الى الساده الاعضاء قصد حضور اشغال هذه الجلسه هذه. دونك بعد التاكد من اكتمال النصاب القانوني اللي هو الاغلبيه المطلقه الاعضاء المزاولين معهم، دونك النصاب القانوني متوفر قبل ما نبداو على السي القايد المبارك غير سمح لي الله يعطيك الصحه قبل ما تقاطعني نبداو بعد الافتتاح وعاد السائل كان شي دونك كما قلنا النصاب القانوني راه متوفر. غادي ننادي على العضو الاكبر سنا والعضو الاصغر سنا. العضو الاكبر سنا بطبيعه الحال تولى رئاسه هذه الجلسه، والاصغر سنا غادي تولى الكتابه ديال المجلس. دونك بالنسبه لي العضو الاكبر سنا كاين السي احمد قلموال. شنو كتعتذر؟ ظروف صحيه ولا ها؟ كتعتذر ظروف صحيه. دونك ديالي السيده عندنا السيده ملكه بجاوي. دونك تفضل يا سيدي. وبالنسبه للعضو الاصغر سنا عندي السيده معزوزه بن عبد الله. تفضل. دونك بعد اسناد رئاسه الجلسه السيده ملكه وقبل ما نعلنوا الافتتاح الانتظارات على الافتتاح غادي نقدم لك اللائحه ديال الترشيحات اللي توضعوا بمقر العماله. السيد القايد كلمه اسمح لي سيدي الرئيس، غير تبدا السيده. انا ما كنسرقش الجلسات. الحكم اشرفكم الخطاب موجه لكم السيد القايد، الحكم انتم مشرفين. غير السيد القايد والعائله التحيه ديال الجميع بكل اسم وصفته. السيد القايد كما شفتوا نجتمع اليوم لتشكيل مكتب جديد لجماعه البركاني، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بعزل الرئيس السابق تفعيلا للماده ولا غير ذلك في اطار القانون المتعلق بالجماعه التراثيه. نعم هذا حكم السيد القايد كيبقى حكم ابتدائي اكيد شمول بالنفاذ معجل، ولكن كيبقى حكما غير نهائي. لا غير اسمح لي نكمل اسف السيد القايد انا قلت مشمول بالنفاذ المعجل، اسمح لي مشمول بالنفاذ المعجل. هذا قانونيا راكم في اطار قانوني. انا التمس منكم واصر حاله هذا ملتمس بغيتو يدون في المحضر، بغيتو يدون التمس منكم ارجاء تاجيل تجديد هيكله المجلس الى غايه استنفاذ مراحل المسطره القضائيه، خاصه وانه ما كاينش شي حاجه اللي كتستدعي التصرف في تشكيل المكتب. وجانب اخر الملف مراحله الاخيره استنينا 6 شهور واش ما يقدرش نستناو اسبوعين. هذا ملتمس السيد القايد، واذا ارتقيتم بعد ذلك وقررتم الاستمرار في العمليه فعندي منكم ملتمسين. اول يدرج كلام هذا في المحضر للرجوع اليه في حاله مقتضى الحل ذلك، وثانيا احنا في امتثال تام للضوابط القانونيه والقضائيه اعلن مشاركتي في اشغال العمل الى وشكرا. انا بغيت غير يدون بما يقدر المحضر جميع شوف غادي يدون السيده كاتبه المجلس غادي تتكلم بجميع الامور. دونك كما قلت السيده رئيسه الجلسه قبل ما نبداو الافتتاح الجلسه غادي نقدم لك اللائحه اللي هي هذه ديال الترشيحات اللي تقدمات لمقر العماله اللي فيها 2 ديال المرشحين، السيد عمر عرجون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه والسيد عبد الراضي المقدم عن جبهه القوات الديمقراطيه. دونك قبل ما نبداو غادي كتجرى بطبيعه الحال طبقا للقانون كتجرى قرعه من اجل الترسيل ديالو في ورقه اثبات التصويت العالمي. دونك يمكن لكم تجريو القرعه، تفتحوا الجلسه وتجريو القرعه وتسلمونا الورقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في البدايه نود ان نشكر السيد قياده قريه الاقبال وممثل السلطات الاقليميه، ونشكر ايضا المرافقين له، كما اشكر الاخوان المستشارين والمستشارات
وكما لا يفوتني أن أشكر منابر الإعلام الذي حضروا معنا، وكذلك أشكر السيد مدير الجماعة وموظفين الجماعة، كما أشكر الحضور الكريم. نبتدئ الجلسة. غادي نفتحوا هذه الجلسة جلسة انتخاب الرئيس لجماعة البركانيين. كما تقدم في هذه اللائحة عنوان ألا وهما عمر عرجون والسيد عبد الله المقدمي. إذن نبدأ بالقرعة. واخا واحد من الحضور يتفضل معنا، الله يخليك. واحد من الحضور. واحد دونك باش نتفقوا اللي غيتسحب الاول هو اللي غيدار على راس اللائحه. نعم. هذا غادي دونك الا سمعتوا اوراق اثبات التصويت مرتبه حسب الترتيب اللي جانا في القرعه، غادي نسلمهم رئيسة الجلسه باش غتوزعهم على الساده الاعضاء لوضع العلامه امام المرشح اللي كيختاروه. السيده كاتبه المجلس، السيده الرئيسه صافي. فيش دير ديروا الاسماء ديالكم، الاسماء ديال العائله سميتو السميه والتوفيق فيها صح ديال الورقه. سي الحسن شكون مع السيد عمر عرجون؟ يصوت على المرشح الاول. لا حسن خليه يصوت على المرشح الاول يقدر الورقه ديالو يعطيها للمجلس. دابا غتحسب بحال هكا دايره الاحصاء. عضو واحد. عضو واحد الذي صوت المرشح رقم واحد للسي عبد الراتب المقدم على جدول التوجه. الله يخليكم. دابا شكون غادي يصوت على السيد عمر عرجون؟ حسب السيده الكاتبه خصنا نصوت صافي واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حسبوا عفاك وقولوا ما فيها باس نذكروا بالسميات اللي سولوا. حسناوي عمر، بجاوي مليكة، عزيزة بن عودة، عمر عرجون، محمد عكروت، بروبة ميمون، وردة بروبة، نعيمة واضح، سهام حو، حورية الشاطئ، كلموع أحمد. دونك كنحسبوا مجموع الاصوات المعبر عنها
حدا 12 فائده السيد عمر عرجون وواحد العذراني مقدم، وعدد الاعضاء الحاضرين كاين 15، يعني جوج اعضاء نتانا. لا السيده الرئيسة ونجمعوا الوراق ديالها. الممتنعين نعم. الورقه ديال صوت السيد عمر عرجون، وصوت واحد للسيد الراضي القدبي، وعضوين ممتنعين. إذن الرئيس الحالي لجماعة البركانيين هو السيد عمر عرجون، فليتقدم لرئاسة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السيد قائد قيادة كدانة ووفد المرافقة، السادة أعضاء وعضوات جماعة البركانيين، السادة موظفو الجماعة، السادة ممثلو وسائل الإعلام، الحضور الكريم كل باسمه وصفته، وبعد. أتقدم بمناسبة انتخابي رئيسا جديدا لمجلس جماعة البركانيين بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة أعضاء المجلس الذين لا يدخرون أي جهد في خدمة الصالح العام للنهوض بجماعتنا وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة والمأمولة لدى الجميع. والشكر والامتنان موصولان أيضا لساكنة الجماعة قاطبة وبدون استثناء. إنني ممتن للجميع على الثقة التي وضعتموها في شخص المتواضع، وإنني أدرك حجم المسؤولية التي سأتحملها على عاتقي فيما تبقى من هذه الولاية على رأس جماعة البركانيين. وتحمل المسؤولية ليس شرفا بقدر ما هو تكليف وعهد والتزام أمام الله سبحانه وأمام الجميع. إنني أتعهد بأن أكون عند حسن ظن الجميع بقدر هذه الثقة الجليلة التي منحتموها لي، وبأن أعمل كل ما في وسعي وأبذل قصارى جهدي لتحقيق المصلحة العامة والأهداف المسطرة لخلق التنمية والازدهار في الجماعة بكل أمانة وإخلاص إلى حين انتهاء مسؤوليتي على رأس هذه الجماعة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله العظيم. إذن انطلاقا من المادة 17 من قانون التنظيمي 113/14 بصفتي رئيسا للجلسة المخصصة لنواب الرئيس، فإن للرئيس الحق بأن يقدم لائحة من النواب طبقا للمادة 16 والتي حددت في 4 نواب من بينها الثلث المخصصة لمقاعد النساء، وبذلك سأقدم باسمي لائحة من النواب من أجل استكمال تشكيلة المكتب. والحق أيضا للإخوة الأعضاء أن يقدموا بلوائح. إذا أكرر، رئيس المجلس عمر عرجون يقدم لائحة تضم طبقا للمادة 16 من القانون التنظيمي لائحة تضم 4 نواب مع مراعاة مقاعد النساء المكونة من الثلث. هل من لائحة بصفتي رئيسا للجلسة؟ اللائحة أخرى، توجد لائحة أخرى. اللائحة التي سأقدمها لائحة الرئيس. النائبة الأولى ملكة الجاوي، النائبة الثانية وردة غروبة. نعم، تعتذرين عن مهم نشوفوا شي أخت أخرى. حورية الشاطئ، تعتذرين أيضا. سهام رحوم، تعتذرين بالدوري. تعتذرين. نعيمة واضح، أخت نعيمة واضح. إذا مدام الأخوات اللواتي عبرنا عن اعتذارهن، سأنتقل إلى اقتراح النائب الثاني ميمون غروبة، النائب الثالث محمد أكروت، والنائب الرابع أحمد كلموع. هذه هي لائحة الرئيس التي أقترحها، وإن كانت هناك لائحة أخرى أكرر فتتقدمون بها. لائحة الرئيس.
خاصه التصويت بعدد الحاضرين اللي هما 15 كتيبات. إخوان، كاين لائحة واحدة هي لائحة الرئيس عمر عاشور، كاين 15 ورقة. إذا تفضلوا، من مع لائحة الرئيس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مع لائحة 16 مع لائحة الرئيس. 16 عن لائحة الرئيس من يمتنع بعد جمع الأوراق؟ حورية الشاطئ، حسيهان، نعيمة واضح، كلموع أحمد، الجوي ملكة، ملكي إسماعيلي، وردة بوروبا ميمون، محمد بسطوط، محمد عكروت، حسناوي عمر عرجون، عزيزة بن عودة. إذن 13 العضو لفائدة لائحة الرئيس. من يمتنع؟ الممتنعون عن اللائحة. اللي امتنعوا اللي ما صوتوا التشكيل يرفعوا الايدي ديالهم طبقا للقانون وجمعوا عندهم الأوراق. ممتنعين. نعم. زعما باقي شي ممتنع. ضد لائحة الرئيس، ما ضد. معارض. ممتنع ولا أحد؟ ممتنع ولا أحد؟ لا نناقشوا هذه المسألة، ممكن فيها ممتنع ولا كتصوت ولا ممتنع، كاينش عبارة معارضة، المهم يمكن لك الطعن، شي اللي كاين صافي، شي اللي كاين هادو ممتنعون غنديرو في المحضر. إذن بعد ذلك ننتقل، شكرا للسادة الأعضاء كلهم باسمه وصفته مجددا، ننتقل إلى تلاوة بقية. السيد الرئيس، قبل ما ننهزل أطلب من السيدة الكاتبة أن تتضمن في المحضر واستضافي في المعارضة كتابة. تفضل. في المعارضة. أنا بعد ذلك ننتقل إلى إلى قراءة برقية الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء والإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مولاي أمير المؤمنين وحامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس أيدكم الله بعونه ونصركم بنصره المتين. نعم سيدي أعزك الله، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة البركانيين أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس وساكنة جماعة البركانيين بمناسبة اختتام أشغال جلسة
باتخاذ رئيس جديد ونوابه لجماعة البركانيين أن يرفع إلى جنابكم الشريف أسمى آيات الولاء الصادق والإخلاص المتين، ويعبر لكم عن أصدق مشاعر التقدير والامتنان مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. فعلى هدي إرادتكم السامية يا مولاي وتوجيهاتكم النيرة فيما يخص النهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة والرقي بمجال تدبير الشأن العام تعزيزا لبناء مغرب الحداثة والتقدم والديمقراطية الذي ما فتئت جلالتكم تسهرون على إرساء قواعده، واهتمامكم اللامتناهي بتطلعات شعبكم الوفي في كل الميادين والمجالات، إلا عربونا على الرعاية الشاملة لرعاياكم بكل ربوع المملكة الشريفة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وأطال عمركم وسدد خطاكم، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن، وشدد عضدكم بأخيكم المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وعلى الاستجابة قدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر بالبركانيين يوم الجمعة 25 ذو القعدة 1446 للهجرة الموافق ل 23 ماي 2025 للميلاد خديم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة البركانيين عمرو عرجو. الاولى وكتيبه المجلس ورئيس المجلس يبقاو باش نوقعوا مثلا هادشي اللي كان ممكن تسير نشوفوا مع كتيبه المجلس.